أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. شايفين هالكيك ما أجمله؟ إحنا بدنا نحضر الفواكه أو الزبيب الكذاب اللي بقلبه. يلا نحضره مع بعض. أنا هون عندي قشر البطيخ، احتفظت فيه بعد ما أكلنا البطيخة. بدي أعمل الجزء اللي لونه أخضر والجزء الأبيض بدي أقطع مكعبات بهي الطريقة. طبعا هي الكمية لبطيخة كبيرة كاملة، لا تنغروا انه انتو تشوفوا انه عندكم كمية، هو بيطلع بعد التقطيع والتقشير ولا شي. هون انا بعد ما حطيتهم بالطنجرة بدي اغمرهم بالمي، بدي شغل عليهم النار حتى اسلقهم. انا هون عم حاول فرجيكم كيف اللون عم يقلب على شفاف. طبعا اهم شي انه نحاول نتخلص من هي الرغوة، كل ما نشوفها نقيمة. عم تشوفوا معي كيف هيك اللون عم يصير على شفاف. هلأ بدي اجيب مصفاية وقيمون وخليهم تقريبا شي ربع ساعة حتى يصفوا من المي ويبردوا شوي. واضح لكم اللون كيف؟ عم حاول كتير اني فرجيكم يوم. وهلأ بعد ما بردوا معي بدي قيس الكمية اللي طلعت عندي بالكوب المعياري. هذا كوب معياري سعته 250 ملي. هلأ طلع معي أول كوب، تاني كوب، طلع معي 3 أكواب. رح يحتاجوا، هذا كوب معياري هو نص كوب، أنا طلع عندي 3 أكواب من قشر البطيخ. رح أضيف عليه هون 1.5 كوب من السكر وكوب مي، معلقة صغيرة من الفانيليا، ورح خليهم يغلوا مع بعض. ربع معلقة صغيرة حمض الليمون، تقدروا تستخدموا عصير نص ليمونة، بس إذا بدكم تحفظوا لوقت طويل عندكم يفضل حمض الليمون لأنه يعتبر مادة حافظة. كمان هون طلع معنا رغوة بدي أحاول أتخلص منها، وبدي أتركه على النار حتى يغلي والقشر يتشرب كامل القطر. شايفين كيف؟ شايفين لونه عم يصير معنا على ذهبي شفاف؟ وهلأ هون بعد ما صار معنا جاهز رح أقسمه بقلب زبادي. طبعا وصفة بنصحكم تجربوها مثل الجاهزة، وكتير كتير كتير رح توفر عليكم. أنا هون استخدمت صبغة لون أزرق سائلة، حتى حطيتها بزبدية مختلفة مشان انتو تقدروا تفرقوا بيناتهم. أما هون رح استخدم باقي الألوان، هي صبغة بودرة، يعني اللي ما عنده إلا صبغة مندي بالبيت بيقدر يستخدمها، ما في داعي تجيبوا صبغات جديدة. وهيك بتضيفوها مثل ما هي، ما في داعي تحلوها بمي أو شي، بس بتكتفوا إنكم تحركوها. تشوفوا كيف بكل سهولة، حتى البودرة بنفس الطريقة. شايفين كيف صار؟ هاي البرتقالي والأزرق والأخضر والأصفر والأحمر. هلأ بدي أجيب ورق زبدة وحطن عليهم حتى ينشفوا. أنا تركتهم يومين حتى نشفوا معي. حطيتهم بهاي الطريقة، حاولوا تفرفدوهن. أنا هون عم فرجيكم كيف يبست. القلب طري بس من برا يبست أو نشفت. هلأ هون بدي رش عليهم شوية نشا، لأنه هنن أكيد لسه مدبقين لأنه هنن انطبخوا بقطر.
صراحة طعمتهم كتير 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 طيبة. حتى النشا هاد ما بيأثر، بس بيغلفهم، ما بيعطيهم نكهة. وهلأ بدي حاول إيمون وحط عليهم كمان نشا حتى غلفهم منيح، حتى القطر كلياته يتغلف بالنشا، مشان لما أخلط الألوان مع بعضها ما تخرب. طبعا كمية النشا هي انتو بتقدروها، شايفين كيف بعد ما غلفتهم بالنشا. وهيك أنا بلشت أخلطهم مع بعض وفرفدون. عادي عادي، النشا ما رح ياخدوا من الألوان، شوي شوي بس النشا يغيب رح تطلع ألوانهم مثل هيك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله الفكرة تكون عجبتكم، بتمنى تعطوني رأيكم بالتعليقات. تضلوا بخير، مع السلامة.